ربع ساعة، من ربع ساعة لتلت ساعة، او اول ما تحسي ان هو بدأ ينشف كده هتبدأي تغسلي وشك عادي. الخطوط السوداء بالله. السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير وكويسين يا رب وفي احسن حال. عاملين ايه؟ يا رب يكون الدنيا تمام معاكم. هنبدأ فيديو جديد مع بعض النهارده، اتمنى باذن الله يعجبكم. بس لو انت اول مره تشوفيني يا ريت تعملي اشتراك في القناه وتفعلي زر الجرس، ولو عجبك الفيديو النهارده دوسيلي لايك ليه. النهارده هنعمل حاجتين في الفيديو، يعني الفيديو بتاعنا مقسوم نصين. اول حاجه هنعمل بديل مسك الطهوره. المعروف عن فيديوهاتي او اغلبيه الفيديوهات اللي انا بعملها بتبقى حاجات في البيت بنعملها بتعوض الحاجات ان احنا ممكن نشتريها من بره. يعني لو حاجه ممكن تشتريها من بره ممكن تعمليها في البيت. موضوع التاني بقى او الجزء التاني من الفيديو هيبقى عبارة عن ماسك. هنعمل ماسك الكركديه بما اننا في رمضان، كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم علينا وعليكم. هنعمل ماسك يعني للبشرة بقى البهتانة اللي دايما شوية جافة من كتر الصيام، اللي مع الصيام يعني شوية بتهبط، يعني بتتدنى. فاحنا هنعمل ماسك عشان خاطر يوردها يرطبها، يديها لمعة كده وبريق حلو. بديل مسك الطهارة بقى عبارة عن مكونين اتنين بس، وهو مكعب المسك وزيت جونسون. زيت جونسون طبعا بتاع الأطفال، أي زيت جونسون عندك، أي لون عموما. ومكعب المسك ده من عند العطار ب5 أو ب10 جنيه على حسب العطار اللي انت بتشتريه منه. عايزه اقول لكم اصلا مكعب المسك ده اصلا ريحته تحفه تحفه من غير اي حاجه، والله يعني انا مش عارفه ايه الجمال ده. اول حاجة هنعملها بقى هنجيب طبق فاضي، وبعد كده هنجيب مكعب المسك، وهنجيب مبشرة صغننة كده نبشر بيها المكعب، وهنجيب زيت جونسون زي ما قلنا. هنبشر المكعب. انا مش عن نفسي مش هبشره كله، عايزين تبشروه كله على حسب الكمية اللي انت عايزاها. عايزة كتير اعملي المكعب كله، عايزة قليل اعملي حبة قليلين، ما تبشروهوش كله. وهنغطي الزيت، هنحط الزيت على المكعب، هنغطي بالزيت كمية كده من البشر. بعد كده هنبدأ نحطه يا اما في فرن او ميكروويف لمدة دقيقة واحدة بس يختلط الميكس ده ببعضه، او هعمل له حمام مية سخنة زي ما انتوا شايفين كده عشان يبقى كله حاجة واحدة. وشكله زي ما انتوا شفتوه كده كده خلاص، احنا كده خلصناه. المفروض بقى ان احنا نعبيه في علبة او برطمان صغنن عندك نظيف او متعقم. يا جماعة عايزة اقول لكم ان بديل مسك الطهارة ده ينفع يتعمل برضو مشروع ناجح من البيت جدا جدا. احنا عملنا الفيديو اللي فات مزيل عرق طبيعي من البيت، وينفع كمشروع ناجح برضو دوت. بديل مسك الطهارة ينفع تضيفيه لقائمة المنتجات بتاعتك اللي انت ممكن تعمليها من البيت. مشروع المنتجات ديت يعني حاجات، مجرد حاجات استهلاكية. احنا مش هنبطل نستعمل مزيل عرق، ومش هنبطل نستعمل بديل مسك الطهارة. اي منتج عموما انت بتستعمليه طول ما الانسان عايش، طول ما احنا عايشين، طول ما فيه استهلاك. فالحاجات دي مشاريع ناجحة جدا جدا. بشوف ناس كتير، شفت بنات كتير جدا شغالة فيها وناجحة الحمد لله، عاملة لنفسها اسم او براند. فبصراحة ده برضو ينفع ان احنا نحطه في قائمة المنتجين. لو حابة ان انت تفتحي مشروع في الحاجة دي فدي فكرة كويسة جدا جدا وهتساعدك كتير، والامكانيات مش مكلفة، ومش هترمي مبلغ كبير او تحطي رأس مال كبير ولا اي حاجة من دي. انت هتجربي في حاجة بسيطة، نجحت معاكي ماشي، ما نجحتش خليها ليكي استعمليها في البيت وخلاص. تمام. تعالوا بقى نعمل تاني حاجة وهو ماسك الكركديه، ونشوف شكله هيبقى عامل ازاي. اول حاجه هجيب معلقتين كركديه هحطهم في قلب كوبايه ميه مغليه، وهسيبهم لحد ما الميه تبرد تماما وتبقى منقوعه من الكركديه، يبقى لونها حلو كده زي ما انتوا شايفين. من وقت للتاني هبدا اقلب لحد ما الاقي الميه بردت تماما. بعد كده هاخد الميه دي اصفيها من الكركديه واحطها في طبق كده احطه على النار، واحط عليها معلقه نشا وابدا اقلب على البارد، وبعد كده هرفعها على النار لحد ما يبقى قوام كريمي زي ما انتوا شايفين كده. كده بقى شكله اهو بقى شبه المهلبيه. طبعا مش هينفع ان انت تستعمليه او تحطيه على وشك غير لما يبرد تماما. اوعي تحطيه حتى لو يكون دافي شويه، لا، علشان خاطر مسامات البشره، ولو بشرتك حساسه ولا حاجه. فاستني عليه لما يهدى خالص ويبرد، وبعد كده ابدأي طبقيه على البشره، هو يبقى خلاص شكله شبه المهلبيه كده بقى كريم كده. هنبدأ واحده واحده كده، بسم الله، هنقول بسم الله. هنبدأ نطبقه على البشره كده.
طبعا الفرشة دي مش محتاجة افكركم انا كنت جايباها منين، جايبينها للازمات اللي زي كده عشان ما نبوظش شكل ايدينا. ماشي، وبس كده. هتسيبيه على البشرة ربع ساعة، من ربع ساعة لتلت ساعة، او اول ما تحسي ان هو بدأ ينشف كده هتبدأي تغسلي وشك عادي. انا ربع ساعة وهغسله وارجع لكم تاني. وكده خلاص انا خلصت اهو، غسلت وشي من الماسك. مش محتاجة اقول لكم طبعا ماسك الكركديه دوت بيعمل على ايه. اول حاجة بيعمل على ترطيب. اي ماسك في الدنيا بيساعد ان هو يرطب لك البشرة ايا كانت البشرة هي ايه. تاني حاجة بيعمل على تقشير خلايا الوش وازالة الجلد الميت. تالت حاجة ممكن ان هو يعملها، بيخفف ويقلل من ظهور التجاعيد والهالات والخطوط السوداء اللي بتبقى الخطوط السوداء والهالات. تالت حاجة ممكن ان هو يعملها الماسك، هي تخفيف الخطوط والتجاعيد اللي بتبقى موجودة في الوش. بس كده، كده انا خلصت معاكم الفيديو بتاعي النهاردة. اتمنى اكون افدتكم، اكون قدمت نصيحة او معلومة تكونوا استفدتوا بيها. يا رب يكون الفيديو محتواه خفيف على قلبكم. ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب لو انتوا لسه مش مشتركين في القناة، وتفعلوا زر الجرس. ولو عجبكم الفيديو النهاردة دوسولي لايك ليه. مع السلامة.